بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مملكة النادي الأهلي، فيديو جديد على القناة. أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5/4/2019. النادي الأهلي بكرة إن شاء الله هيلعب مع فريق صن داونز في دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا الساعة 3 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، وبنتمنى يكون التوفيق حليف النادي الأهلي ويفوز غدا إن شاء الله في الماتش علشان تكون مباراة الإياب في القاهرة يوم 13 من نفس الشهر تكون سهلة وميسرة على النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام، لو أول مرة بتشوفوا قناة مملكة النادي الأهلي ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر لايك للفيديو علشان تساعدونا في نشر الفيديو على اليوتيوب. الملخص فيه أخبار وتقارير مفصلة، شوفوا لحد الآخر علشان تعرف كل الأخبار، وأرجع لكم إن شاء الله بعد نهاية الملخص القادم. لاسارتي يجتمع بأربعة لاعبين ويخصص محاضرة تحفيزية. أجرى النادي الأهلي مرانه بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثا عن التقدم إلى نصف النهائي والبحث عن اللقب التاسع. شهد المران اجتماعا بين لاسارتي وأربعة لاعبين في الأهلي هم أحمد فتحي وحسام عاشور وسعد سمير ومحمد الشناوي، ثم بدأ التدريب بحضور كل اللاعبين على ملعب الجامعة في بروتوريا. وكان النادي الأهلي قد وصل إلى جنوب أفريقيا مساء الأربعاء ليبدأ الاستعداد النهائي لمواجهة صن داونز يوم 6 من الشهر الجاري، قبل خوض الإياب في مصر يوم 13 من الشهر نفسه. المدرب الأورجياني عقد محاضرة تحفيزية مع اللاعبين شهدت تعليمات نظرية مطولة للاعبين بشأن المباراة التالية وتلافي الأخطاء المرتكبة في المباراة السابقة. لاسارتي تحدث في العديد من الأمور الفنية المطلوبة في المباراة من لاعبيه وشرح لهم كيفية التعامل مع فريق صن داونز في الملعب في المواجهة التي تقام عصر السبت في تمام 3 بتوقيت القاهرة. الدرندلي يطمئن على إجراءات إقامة وتسكين بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا. حرص خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي وبعثة الفريق في جنوب أفريقيا على الاطمئنان على ترتيبات الإقامة وتسكين اللاعبين ومتابعة كل الإجراءات حتى اطمئن على البعثة والانتهاء من كل الترتيبات. السفير المصري يطمئن على بعثة الأهلي في مقر إقامتها بجنوب أفريقيا. حرص السفير المصري في جنوب أفريقيا شريف عيسى على التواجد في مقر إقامة بعثة الأهلي في بريتوريا بجنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة منذ وصولها إلى مقر إقامتها. وكانت السفارة المصرية قد أوفدت محمد حسن قنصل السفارة المصرية في جنوب أفريقيا إلى مطار جوهانسبرج وبرفقته الملحق الإعلامي لاستقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى جنوب أفريقيا مساء الأربعاء. وحرص السفير المصري في جنوب افريقيا على الترحيب ببعثة الاهلي والتي يترأسها خالد الدرندلي امين صندوق النادي. تعرف على ملعب التدريبات الخاص بالنادي الاهلي في جنوب افريقيا. خاض النادي الاهلي اول مران له في جنوب افريقيا في 5 مساء امس الخميس على ملعب تسواني الذي يبتعد 30 دقيقة عن مقر اقامته في بريتوريا. الاهلي يؤكد جاهزية حمدي فتحي وايمن اشرف لمواجهة صن داونز. اكد الجهاز الفني للاهلي جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب افريقي. وأضاف الجهاز الفني أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري. وأوضح الجهاز الفني أن محمود وحيد تعافى من الإجهاد العضلي كما تعافى أيمن أشرف من إصابته الأخيرة في الظهر التي غادر على إثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري. مدرب صن داونز ما فعله الأهلي جنون لدينا مواجهة أمام المرعب. يشعر الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي بالقلق الشديد من مواجهة الفريق الكروي لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال لقاءي دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء يوم السبت القادم في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة وأيضا بتوقيت جنوب أفريقيا، فيما يقام لقاء العودة في استاد السويس في منتصف الشهر الجاري، خاصة بعد الصفقات القوية التي قام النادي الأهلي بالتعاقد معها خلال شهر يناير الماضي. موسيماني لدينا مواجهة صعبة جدا أمام الأهلي، حيث أطلق بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صن داونز تصريحات عبر الصحف الجنوب أفريقية عن مواجهتي الأهلي، خاصة أن اللقاء الأول سيقام بعد ساعات قليلة في جنوب أفريقيا، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة جيدة على أرضه وبين جماهيره لتسهيل المهمة في لقاء العودة المنتظر أن يقام في مصر بعد أسبوعين. وقال بيتسو موسيماني في تصريحات للصحف المحلية: لدينا مواجهة قوية جدا مع نادي القرن في أفريقيا، نسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة كبيرة، في ظل أن لقاء العودة في مصر سيكون في غاية الصعوبة لأن الفريق المصري شرس على ملعبه ويستغل تشجيع جماهيره بشكل مميز. موسيماني الأهلي ضم صفقات مرعبة في يناير،
وأضاف موسيماني الأهلي حاليا فريق مرعب جدا، خاصة بعد الصفقات الخيالية التي تعاقد معها في يناير الماضي. هذه الصفقات مثلت إضافة قوية للفريق المصري، وعلى التركيز في المواجهة في ظل وجود عناصر مثل رمضان صبحي القادم من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي، وحسين الشحات الذي تألق في كأس العالم للأندية الأخيرة. ما فعله الفريق الأحمر في يناير جنون، لقد دفع أرقام خيالية. مخطط قذر للقضاء على حسين الشحات ودور جماهير الأهلي. حملة ممنهجة لإفقاد حسين الشحات ثقته في نفسه بدعم من الغرزة الإعلامية. يجب على حسين الشحات أن يبعد نفسه عن أي ضغوط، ولا بد من الجهاز الفني بقيادة لاسارتي أن يدعمه بألا يبعده عن الملعب حتى لا تنهار الحالة الفنية للاعب، وينجح المخطط الموضوع للقضاء على أهم صفقات الأهلي في السنوات الأخيرة، الذي لو تألق لأصبح أفضل لاعب في مصر. حملة ممنهجة للقضاء على الشحات. ترمومتر جماهير الأهلي والمقياس بيحلل بعدالة وموضوعية وعقلانية لا تحيد عن العدل ومبادئ الأهلي، وبنتعلم من بعض حب الكيان والانتماء ليه أكتر وأكتر. حسين الشحات ليس لديه غير جماهير الأهلي لتدعمه وتسانده، لأنها تعلم حجم موهبته وعشقه لاسم وكيان الأهلي والضغوط التي يتعرض لها اللاعب. حسين الشحات اللي بدأ مع الشرقية للدخان ظهر بشكل جيد جدا، انتقل للمقصة كظهير أيمن، كان جيد جدا أيضا في أول موسم له في المركز ده، وبعد كده لعب تقريبا في كل مراكز الملعب في المقصة. حسين وصل لقمة توهجه موسم 2017-2018، وأصبح تقريبا كل مباراتين أو 3 هاتريك أو أقل شيء هدفين، وتربع على قمة هدافين الدوري لآخر 3 أو 4 ماتشات، رغم أنه كان رحل عن الدوري المصري كله بالدور الأول لينتقل لنادي بحجم العين الإماراتي، يفوز عن جدارة بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي في الموسم الأول، مع العين الدوري الإماراتي اللي مليان محترفين على أعلى مستوى من أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأصغر فريق عندهم يمتلك محترفين أفضل 30 أو 40 مرة من محترفين قطبي الكرة المصرية التاني عندنا. يعني العين الإماراتي اشترى حسين، وبدأت جماهير العين تحمل عليه كل الأمال بعد رحيل النجم الكبير عمر عبد الرحمن عموري، وحسين ظل على نفس الأداء العظيم لموسم ونصف مع العين بدون أي مبالغة، كل مباراة تقريبا يسجل هدف رغم أنه مش مهاجم صريح أساسا. علي معلول قائد الثورة الحمراء أفضل ظهير في أفريقيا. علي معلول أفضل باك شمال في القارة ويسبق جميع الباكات بسنوات ضوئية. الجملة اللي فاتت تندرج تحت بند البديهيات لا أكثر ولا أقل. علي معلول منذ أن كان في الصفاقسي وهو يحمل شخصية القائد. علي معلول يثبت من الصغر أنه أفضل ظهير في أفريقيا. معلول تم تصعيده للفريق الأول في الصفاقسي، كان بيلعب عليه فاتح الغربي أحد أقوى الباكات الشمال في تونس وفي أفريقيا كلها. أثبت نفسه وبقي لاعب أساسي في الصفاقسي، وخلال فترة قليلة أصبح كابتن الفريق موسم 2014-2015 وكان سنه 24 سنة، وفي نفس الموسم بقي هداف الصفاقسي برصيد 14 هدف في 20 مباراة. معلول انتقل للأهلي بداية من موسم 2016-2017، وكان طفرة كبيرة جدا من الناحية الشمال اللي شبه اتشلت منذ اعتزال سيد معوض ومن بعده رحيل موسى إيديان. قدم اللاعب إضافة فنية كبيرة جدا لم يكن يتوقعها جماهير الأهلي، ورد اللاعب بقوة وبشكل عملي على بعض الأصوات التي كانت تنتقد إدارة الأهلي بسبب التعاقد مع ظهير أيسر من تونس، وطلبت برحيله وضم صفقة أفريقية سواء في مركز المهاجم أو في خط الوسط. بات علي معلول معشوق جماهير الأهلي في الوقت الحالي، وأطلقت جماهيره لقب سارق القلوب. علي معلول يحدث طفرة في الأهلي. وترى جماهير الأهلي أن غياب علي معلول عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي في الموسم الماضي أهم أسباب خسارة الفريق للقب، وكذلك أمام الوداد في الموسم قبل الماضي. ومن الأمور التي تثبت أن معلول شخصية كبيرة قيادية كقيمة قبل العمر ماتش الترجي والأهلي من سنتين، والأهلي متأخر في نتيجة الذهاب 2-2، وعلي تسبب في ضربة جزاء في آخر 10 دقائق من الشوط الأول، ينزل يكون نجم الشوط الثاني باقتدار ويعبر الأهلي للدور نصف النهائي، ولقطته وهو بيوسي الداهية فرجاني ساسي. كل ده يوضح قد ايه انه قائد وانه شخصيه كبيره في الملعب. تسود حاله من الغضب في الزمالك من اصرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب وسط النادي على افتعال ازمات بشكل مستمر في الفتره الاخيره، بعد ان اعترض بطريقه غريبه على تغييره في لقاء سموحه بالامس. كهربا لا يرغب في البقاء في الزمالك، وأكد مصدر داخل الزمالك لاستاد الأهلي أن الإدارة تعلم أن اللاعب يواصل الخروج عن النص من أجل إجبار النادي على رحيله في نهاية الموسم الحالي، وسوف يكون هناك إجراء قوي ضده في حالة عدم الالتزام في الفترة المقبلة، في ظل أن الفريق مقبل على فترة حاسمة محليا وأفريقيا، ولن تقبل الإدارة بوجود أي أزمة تعطل مسيرة الفريق الأبيض. مشكلة كهربا الأساسية أنه مش مقتنع أنه له مكان في الزمالك. لاعب في أول موسم افتعل عدة مشاكل مع محمد حلمي المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وجلس مع وكيله في منزل عضو اتحاد جدة عشان يمضي معاهم، ولما رجع كانت الفلوس بتاعة الخلايجة جننته. كهربا ليس له مكان في الزمالك، يشعر بالحزن الشديد لعدم الانضمام لناديه الأهلي بعد أن رفضت الإدارة الحمراء ضمه قبل أن ينتقل لصفوف نادي الزمالك.
كهربا لو استمر على هذا الوضع لن يصبح لاعب كبير ولن يحقق مجد، وأوباما نفس القصة. شيكابالا في عز تألقه مع الزمالك لم يقدم جديد، العقل قبل الموهبة، والثلاثة نفس المصير. قام جروس المدير الفني للزمالك باستبعاد اللاعب من قائمة لقاء حسنية أغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بسبب الخروج عن النص في لقاء الاتحاد السكندري في بطولة الدوري بالأمس. أنباء عن توقيع كهربا للأهلي. وربطت تقارير صحفية عديدة عن توقيع كهربا للنادي الأهلي من أجل الانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم تجديد تعاقده مع الزمالك ورغبته في الرحيل عن النادي الأبيض بسبب كثرة الإهانات التي يتعرض لها من قبل مرتضى منصور بسبب تدخين السجائر مشادة عنيفة وتبادل محاضر بين رئيس الزمالك وعضوتين بالنادي. كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين رئيس نادي الزمالك وسيدتين من أعضاء النادي النهري بكورنيش النيل. تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا من محامي رئيس النادي يتهم سيدتين من أعضاء النادي بالسب والشتم والتعدي على العاملين. تحريات المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة توصلت إلى أن أفراد الأمن الإداري طالبوا عضوتين بعدم التدخين في غير المكان المخصص لذلك وفقا للوائح الموضوعة بالنادي، لا سيما تخصص مكان المدخنين، إلا أن الطلب قوبل بالرفض حسب التحريات التي أشرف عليها العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث الوسط. حدثت مشادة بين السيدتان وأفراد الأمن الإداري العاملين بالنادي النهري، وتصادف دخول رئيس النادي الذي طالبهما بالامتثال للوائح، وبعدها وقعت مشادة كلامية ألقى خلالها رئيس النادي السجائر التي بحوزة السيدة على الأرض، وحدث تراشق بالألفاظ الخارجة بين الطرفين، وتوجهت العضوتان إلى قسم شرطة العجوزة وحررت محضر أيضا تتهمان فيه رئيس النادي بالسب والشتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لعرض المحضرين على النيابة العامة للتحقيق. وفي النهاية متابعينا الكرام، يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر لايك. لو لسه أول مرة بتشوفوا قناة مملكة النادي الأهلي، يا ريت تعملوا اشتراك فيها وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل يوم ملخصات جديدة. أشوفكم بكرة إن شاء الله مع ملخص جديد وقادم لأخبار الأهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.